بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا، بس معلش أنا اتأخرت عليكم. الواحد كان بصراحة في مرحلة أو في حالة من مش هقول من القرف أو من الزهق، بس يعني أديكوا شايفين الجو العام المحيط بينا بالنسبة للرياضة وللكورة والحال نادي الزمالك والحال الكرة المصرية عموما. لكن بصراحة اللي عمل المنتخب في الأمم شحن الواحد تاني، زي أكن مثلا إيه، فاكرين فيلم روكي لما المدرب بتاعه شحنه بعد ما خسر وكان محبط وكان كده؟ فالمنتخب لوحده بصراحة يعني عمل الواحد حالة معنوية جديدة، ذكرته بأيام جميلة أوي، أيام ما كانت الكورة حلوة وبتخلي الواحد مبسوط ومنتعش كده معنويا. فبإذن الله إن شاء الله، معلش أنا آسف، أنا عندي دور برد جامد يعني، بس انتوا وحشتوني. وببشركم بإذن الله الفترة الجاية إن شاء الله هنخرج شوية بره إطار الكرة المحلية والأهلي والزمالك وظروف الزمالك والشيء المقرف اللي احنا عايشينه ده، وهنبدأ نعيش في حاجة جديدة بإذن الله، سواء بقى في أخبار المنتخب دلوقتي، وهجيب لكم مفاجآت من جوه الكواليس إن شاء الله بإذن الله هتفرحكم بإذن الله، ويا رب نوصل النهائي وناخد البطولة بإذن الرحمن ونفرح كلنا. وفي آخر الفيديو إن شاء الله أنا هعمل كام رسالة شكر كده، وشكر واجب مش جدعنة مننا كلنا. وعايزين يا جماعة زي ما اتكلمنا قبل كده في أول فيديو، إحنا كلنا مع بعض مش ضد بعض، إحنا بنتكلم في الرياضة، بنتكلم في المتعة. المهم عشان ما أخرجش عن الإطار اللي أنا عايز أكلمكم فيه، هنبدأ إن شاء الله نتكلم من حتة أوسع بكتير وحتة أجمل بكتير بإذن الله هتفرحكم كلكم، وفي الأمم وبعد الأمم وفي داخل الكأس العالم بإذن الله. وبرضه مش هنخرج عن الإطار بتاعنا، الكرة المصرية والأهلي والزمالك والعشق، الحب. لكن هنبدأ نتوسع شوية إن شاء الله عشان كلنا نتبسط مع بعض. إحنا في الآخر وفي الأول بنشجع رياضة، حاجة كده لبلدنا، حاجة لولادنا، حاجة لمتعتنا إحنا الشخصية، حاجة بدون أجر، حاجة يعني مش هقول لله سبحانه وتعالى. هي الرياضة طبعا شيء جميل جدا، واللي ينكر أهمية الرياضة أو يتفه منها إنسان مش فاهم حاجة. كل شيء يفيد البني آدم يرضي المولى عز وجل. فان شاء الله الايام اللي جايه حلوه باذن الله، وهنتكلم في حاجات جميله قوي باذن الله هتفرحكم، سواء بقى في مفاجآت في الكوره اللي تخص المنتخب او الانديه هنا، او تخص الكره العالميه باذن الله. واللي جاي حلو، اللي جاي جميل هيبسطكم باذن الله. بس انا محتاجكم معايا، محتاج تفاعلكم معايا، محتاج ارائكم ومحتاج افكاركم وكومنتاتكم. يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى احنا مع بعض، وده اول حاجه قلتها في اول فيديو، ان انا مش عايز اقعد اتكلم وحد يسمعني او يتفرج عليا ونبقى شبه اي حد. لا، احنا مع بعض، القناة دي بتاعتنا كلنا، هنبدأ نتكلم فيها ونبدأ نعلق مع بعض. وقولوا لي افكاركم، وقولوا لي انتوا شايفين ايه لبكره باذن الله لبلدنا وللمنتخب ولانديتكم، سواء زمالك او اهلي او اسماعيلي اللي حاله يحسر، او كل الانديه، وبيراميدز اللي حاله جميله. المهم عشان ما انساش برضو، انا عايز اتوجه بالشكر الجزيل اللي طول عمري بحبه وبحب رجولته، حسام حسن، الكابتن حسام حسن العميد، وللجهاز الفني للمنتخب انه على الاقل وصلنا تاني لمرحلة ان احنا نرجع نتشد للكورة ونحبها. ده منتخب بلدنا، وللعيبة واحد واحد، اقسم بالله واحد واحد، سواء بقى منهم اللي بيموت نفسه او سواء منهم اللي امكانياته عالية. مش هتكلم عن صلاح لوحده ولا مرموش لوحده ولا ياسر ابراهيم اللي مكسر الدنيا ولا الشناوي، لا لا لا، كلهم رجاله، كلهم ابطال، وربنا هيوفقهم ان شاء الله ويكبر بخاطرهم. ولو لا قدر الله حصل اي حاجه، انتوا كتر خيركم، انتوا تشكروا في ظل الظروف اللي حاصله دي كلها والتخبط اللي حاصل في الرياضه المصريه، ان انتوا توصلوا للمرحله دي بالرجوله دي. ربنا يوفقكم وينصركم باذن الله ان شاء الله، ومعاكم خطوه بخطوه، وهندعي لكم وهندعمكم باذن الله، وربنا ينصركم، ومستنيين منكم كتير. بكره ان شاء الله باذن الله في فيديو فيه مفاجآت قبل الماتش، في اخبار حلوه قوي من جوه كواليس المعسكر، وباذن الله فيديو جميل كده بعد الماتش نفرح فيه كلنا مع بعض، هنحتفل، مش هنتكلم في حاجه. بعد كده نبقى نحلل بقى ونهرج ونتكلم ونحتفل باذن الله. ولو لا قدر الله بعد الشر يا رب حصل حاجه، برضو هنشكر وهندعم باذن الله، بس يلعبوا برجوله زي المطوشه اللي فاتت. وربنا يوفقكم باذن الله يا ابطال مصر يا رجاله، وربنا ان شاء الله يسعدنا جميعا باذن الرحمن. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم، وانا اسف لفتره الغياب دي كلها، هي كانت مرحله كده صعبه شويه، والحمد لله على كل حال. ربنا يسعدنا جميعا باذن الله، ودايما بلدنا من خير لخير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.